سؤال أول ما بيتقال في أي تجمع عائلي أو صحاب تلاقي الدنيا اتكهربت على طول. أول ما بنسأل هو مين السبب في الخيانة الراجل ولا الست، تلاقي الستات على طول طلعت قالت لك لا، الرجالة كلهم خاينين، والرجالة تقول لك لا، انتوا اللي نكديين، انتوا اللي بتخلونا نهرب منكم. المهم ان الجو بيبقى متكهرب خالص. النهاردة سؤالنا صريح وواضح جدا من غير تزويق. مين السبب الحقيقي في الخيانة، الراجل ولا الست؟ طب مين بيخون اكتر، الراجل ولا الست؟ هاتولي بقى كوباية الشاي ولا كوباية القهوة الحلوة كده، ويلا بينا نفصص الموضوع حتة حتة وعلى بلاطة. بس وعدوني قبل ما ابدأ الحلقة اهو، بلاش تعليقات يبقى فيها ضرب نار. بالراحة، ناخد الموضوع بالراحة ونعلق تعليقات بأدب واحترام. تمام؟ بصوا، خلينا متفقين ان في قاعدة اساسية كده قبل اي حاجة، ان الخيانة دي قرار واعي وطبع فردي. يعني مش هنعمم ولا نجمع، ده طبع فردي، واخلاق الراجل او الست دي هما اللي فيهم مشكلة. لكن مش كل الستات خاينين ولا كل الرجالة خاينين. التعميم جهل، خليكوا فاكرين الجملة دي. اي تعميم في اي موضوع هو جهل. مفيش حاجة بقى اسمها الظروف أجبرتني إن أنا أخونها، أصل هي مش مهتمية بيا، أصل هي مقصرة في حقي فطلعت أدور بره. لا يا حبيبي، ولا أنت كمان يا أختي. لو في مشكلة في البيت، الأصل والجدعنة والرجولة بتقول اعدل المايل واتكلم وصلح. ولو خلاص الأبواب كلها اتسدت، انفصلوا بإحسان، بأدب، بمنتهى الشياكة، مع الاحتفاظ بالكرامة. لكن الخيانة لا، الخيانة باب خلفي بيلجأ ليه الشخص اللي ما عندوش شجاعة المواجهة. يعني بالبلدي كده، انت مش قادر تقول ان الطرف اللي قدامك عنده مشكلة، او يمكن انت ما فيش مشكلة اصلا، فعشان كده بتبرر لنفسك وتقول قدام الناس اصل هي مقصرة معايا. ليه بقى لما بيتقال كلمة خيانة دايما بنفكر في الراجل؟ ليه دايما أول حاجة بتيجي في بالنا مع جملة الخيانة إن الراجل ده أكيد راجل، مفيش ست؟ هل الرجالة فعلا مظلومة في الموضوع ده ولا العرق دساس؟ نكون صراحة مع بعض، معظم الدراسات والإحصائيات بتميل إن نسبة خيانة الرجالة أعلى شوية، لو إن دلوقتي خيانة الستات قربت منها بسبب السوشيال ميديا ويعني مواقع التواصل الاجتماعي. بس السؤال المهم هو الراجل بيخون ليه؟ الراجل ساعات بيخون مش لأن مراته ناقصها حاجة ولا إنها مش حلوة. ده انت ممكن تلاقي مراته دي زي القمر وست الستات ومربية عياله ونضيفة في بيتها ونضيفة في نفسها وست كمل من كل حاجة. هو بيبص بره ليه؟ دافع التجربة أو التجديد. في رجالة كده عندهم غريزة الاستكشاف عالية شوية، بيحبوا يحسوا انهم لسه مطاردين ومرغوبين. يعني بالبلدي كده عايز يثبت لنفسه ان لسه عليه الطلب وان هو شباب. في ناس تانية هروب من النكد. مع الظروف الاقتصادية اللي احنا فينا كلنا في ظروف اقتصادية، يعني ربنا يعين كل واحد وربنا يعين كل بيت. البيت بيتحول لساحة حرب يومية، مفيش كلمة حلوة، والراجل ضعيف بيهرب للي تقوله كلمة حلوة. أول واحدة تبتسم في وشه وتقوله مالك يا سي فلان، في ايه مالك، شكلك متضايق، على طول يتسحب وراه. طبعا دي مش حجة، بس ده واقع بنشوفه. اغلب الخيانات عند الرجالة سريعة، يعني خيانة الراجل بتبقى وقت بس كده، وبيكون نظرته جسدية شهوانية، لحظة ما فيهاش مشاعر، ما فيهاش مشاعر نهائي.
يعني ممكن يخون ويرجع البيت يضحك وكركر وهقهق مع ام العيال ولا كأن في حاجة حصلت. وده اللي بيجنن الستات، يعني ده اللي بيجنن الست، سواء اللي انت خنتها او اللي انت خنت معاها، الاتنين اللي هو انت معايا ولا معاها. نيجي بقى للجهة التانية، هل الستات ما بتخونش؟ لا طبعا، الستات بتخون، لان احنا بشر. آه، البشر بيجي عليهم اوقات ويضعفوا، والست بيجي عليها وقت وتضعف. طبعا مش كل الستات، في ستات محترمة، بس في ستات برضو غالبا خيانة الست بتكون بسبب عدم الاهتمام وانها ما بتسمعش كلمة حلوة. بتقعد سنين مفيش كلمة شكر ولا اهتمام ولا نظرة حلوة ولا كلمة حلوة، بتتحول واحدة واحدة لشغالة بدون أجر في البيت، قاعدة بس تخدم البيت والعيال وأبو العيال. لكن كلمة حلوة، تقدير، بيوصل معها الموضوع لجفاف عاطفي. لما يتحول بقى الست تتحول في البيت لمجرد شغالة ومربية ملهاش أي وجود تاني في حياة الراجل، هنا بيحصل شرخ جوه قلبها. لو دخل أي حد حياتها وبدأ يسمعها الكلمتين حلوين اللي مش لاقياهم جوه البيت، الست للأسف في ناس بتروح. لما يهتم بتفاصيلها ويملى فراغها ويملى قلبها، هي بتتسحب من غير ما تحس، بتتسرق كده من غير ما تحس. وخيانة الست لما بتحصل بتكون أصعب وأعمق من الراجل، لأنها بتسلم قلبها للشخص الجديد وبتكون خلاص لغت الشخص الأولاني ده تماما من حياتها، مبقاش موجود. بس برضو نرجع ونقول مهما كان الجفاف العاطفي، الخيانة مش حل يا جماعة. الكرامة وربنا سبحانه وتعالى قدام عينيكي والأصل والتربية أهم من أي حاجة. هنا بقى السؤال اللي بيولع الدنيا، مين خيانته بتوجع أكتر؟ هل خيانة الراجل ولا خيانة الست؟ الستات بيشوفوا إن خيانة الراجل كسر للثقة والأمان، بيمسح معاها العشرة والسنين والأيام الحلوة، كل حاجة. الرجالة بقى بيشوفوا خيانة الست كسر للرجولة وكبريائه، حاجة صعب ومستحيل الراجل يسامح فيها أو ينساها. الحقيقة المرة إن الخيانة أوجع حاجة ممكن تنزل على بيت، بغض النظر بقى مين اللي عملها، ست ولا راجل. هي بتدمر الثقة، والثقة دي عاملة زي الكوباية الإزاز، لو اتكسرت حتى لو لزقتها بأغلى مادة في العالم هتفضل أثر الشرخ باين. خلاصة الكلام، السبب الرئيسي في الخيانة مش الراجل ولا الست، السبب هو غياب الدين والأخلاق والأمانة عند الشخص نفسه، ابن الأصول الأصيل والست الجدعة اللي بتتقي ربنا في بيتها وفي جوزها وفي عشرتها، عمرهم ما يخونوا أبدا مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت المغريات. العلاقات الزوجية محتاجة صيانة، محتاجة كلمة حلوة، محتاجة تقدير واهتمام مستمر، والمواجهة الصريحة لأي مشكلة قبل ما تتفاقم، عشان لو وسعت هيدخل منها الشيطان ويعمل بلاوي. ربنا يهدي سر الجميع وما يدخل ما بينكم شيطان أبدا. دلوقتي دوركم انتوا بقى، شايفين مين بيخون أكتر؟ وإيه رأيكم؟ أسباب الخيانة ممكن تكون إيه؟ بالراحة وواحدة واحدة. لحد هنا وخلص الفيديو. لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك ولايك، كومنتات كتير. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.